خضار وهنخلص طبق شوربة الخضار وكل حاجة. لا الشوربة مش شوربة شوربة. تعملي كوكيز؟ تعالي مش سامعاكي بتقولي ايه؟ كوكيز. عايزة كوكيز؟ دلوقتي؟ لا بكرة. كوكيز. بكرة بقى. كوكيز. بكرة عندي الغسيل. كوكيز. طب هخلص لو واعمل. مش عملت الكوكيز هعملك مش هتعملي. هخلص اللي ورايا واعمل. ماما تعمل كوكيز وانتوا لا. بلو. نعم. ينفع نعمل كوكيز؟ اعمل لك ولا اجيب لك؟ اعمليلي. اعمل لك كوكيز؟ اه. طب هخلص اللي في ايدي واجيب لك واعمل لك. هتخلصي بسرعة ولا هزار؟ عشان انا عارفاكي. انت عارفاني؟ لا بصي هخلص اللي في ايدي واعمل لك. حاضر. مامي نعم. ينفع كوكيز؟ ايه؟ كوكيز. حاضر هعمل لك كوكيز. حاضر ايدي واعمل لك. كوكيز. هخلص واعمل لك عينيا. كوكيز. عايزه كوكيز؟ كوكيز. ما خلصتش حاجه، ما عملتش حاجه، ابوك هيجي ما يلاقيش الاكل جاهز. اقول له كنت بعمل ايه انا؟ كوكيز. انت دايبه في غرام الكوكيز. تعالي اعمل لك كوكيز صحي وسريع وتحفه. عشان انا تعبان فماما هتعمل كوكيز غير التاني. ايوه عشان المره دي هنعمل لهم حاجات صحيه عشان هما بياكلوا اكل من الشارع كتير، فخلاص هناكل كل حاجه صحي. تعبنا وهناكل خضار وهنخلص طبق شوربه الخضار وكل حاجه. لا الشوربة مش شوربه صحية. لا شوربه صحيه. لا خلاص يبقى الكوكيز كمان مش صحي. لا كوكيز صحية و100% مصرية. انت بتقولي ايه؟ وهنا كنا جهزنا المقادير. ما تستغربوش من المقادير اللي هقولها دي، انا بصراحه جبت طريقه كده من حد يعني عاملها بعسل اسود فاعتمدتها. قلت بصراحه اول مره اعملها يعني، ما اعتمدتهاش من زمان، بس قلت خلاص مش مشكله، هتبقى مفيده والعيال يستفادوا ويبقى حديد وفي نفس الوقت كوكيز بالمره. كوبايه عسل اسود، 4 كوبايات دقيق، كوبايه سمنه. انا تقريبا قللت السمنه، مش عارفه ليه، حسيت هو قال في المقادير كوبايه سمنه صغيره فانا حطيت كوبايه الا ربع تقريبا او نص، يعني نص كوبايه بس كانت مش مليانه قوي فاكنها كوبايه الا ربع، فيمكن هو ده السبب ان هي في النهايه كانت محتاجه دسم شويه. الخلاصه يعني هنقلب وبيضه وفانيليا وكيس باودر. هنحط العسل ونكسر عليه البيضه والفانيليا ونقلب كويس، بعد كده هنحط السمنه ونقلب كويس، بعد كده هنحط 4 كوبايات دقيق زي ما انتم شايفين ونقلب كويس. وهنا كان ملك مش موجود في البيت، وهي فرصه برضو عشان خاطر المتابعين اللي بيتضايقوا من وجود ولادي وبيقولوا عليهم اشقياء. بهزر طبعا، ولادي نوروا اي مكان. مالك بس كان عنده درس طبعا، ما كناش خلصنا حاجه وما عملناش اي حاجه، وانا كنت بصراحه بكروت واستسهلت المقادير الموجوده وعملت الحاجات ديت بسرعه، والموضوع ما خدش مني حاجه الصراحه، ولا في سوا ولا في عجن ولا في تقطيع. بصوا الكروته جت معايا عن قصد في التكوير، كبرتها وحاسه ان هي لو كانت اصغر كانت هترمي معايا كميه اكبر وكانت في نفس الوقت هتبقى احلى، بس في كلا الاحوال يعني مش مشكله تتعوض. يعني عجبت الولاد جدا، جربوها وهتعجبكم ومفيده جدا جدا جدا. كوبايه عسل اسود كامله، عامله كميه قليله، فالولاد ما شاء الله بيحبوا الحاجات دي جدا، هيخلصوها هما بالهنا والشفا تقريبا خلصوها يعني. هنلم حوالينا بقى، وعايزه اقول لكم ان الولاد بيحبوا الحلويات جدا، اي حاجه فيها شوكليت، اي حاجه فيها حاجات اللي هي خصوصا اللي بتيجي في الكرتون او في التلفزيون اللي بيشوفوه، او لما بنروح مكان مثلا وبيلاقوها في حاجه غير التقليديه اللي احنا بنعملها بيحبوها جدا، فانا بحاول اعمل لهم كل الحاجات اللي هم بيحبوها في البيت. من ضمن بقى التفاصيل الصغيره اللي هم بيفرحوا بيها اكتر مرحله التجهيز اللي هي العجن. العيال بتحب تعك من الاخر، العيال بتحب تعك، وده كنوع من انواع المشاركه بالنسبه لي، مفيد جدا لصحه الاطفال النفسيه والاجتماعيه. المشاركه يا جماعه، فانا دايما بشاركهم. ولادي
اشقية عادي زي اي عيال، مش ملايكة يعني. وهم مش بيدخلوا معايا المطبخ شقاوة منهم، لا هما بيدخلوا فرحة، وانا شايفة الفرح في عينيهم، فطبيعي ان انا افرحهم اكتر. فلو حد شايف ان دي حاجة مؤذية لعينه او ان الولاد اشقية اوفر يعني، ممكن يسكيب الفيديو، او ممكن يعتمد الطريقة دي في بيته، يفرح ولاده طول الوقت بغض النظر عن الشقاوة، وهيلاقي النتيجة ايجابية بصراحة صدقوني يعني. ما الموضوع مش مرهق خالص يعني. احنا بقى هنكروت في التكوير. مليكة قعدت عايزة تعملوا دوناتس، عايزة تعملوا دوناتس وتعملوا رسم الدوناتس، وانا طبعا ما كنتش طبخت وعملت اي حاجة، كان عندي مشاوير وخلصتها، وعندي الفترة دي مشاوير كتير بعملها، فالمشاوير واخدة جزء كبير من الايام، فمش لاحقة بقى، مش لاحقة. ودي واقفة لي عايزة كوكيز، وكمان هي تعبانة بطنها وجعاها في اليومين دول نازلة، ربنا يشفي كل العيال يعني ويعافيها حبيبتي اسم الله عليها. يعني على طول النازلة دي بتصطادها، هي اول واحدة. المهم هنكور عادي وهنحط هنحط عليها الشوكليت شيبس. تمام، ركزت شوية في ايد مليكة بس، بصوا بتحاول تعمل زيي وتعمل دونتس من النص، يا خرابي عكتها عجنتها خالص. طيب انا هنتهز الفرصة دي واجاوب على بعضا من الاسئلة اللي جات لي على الولاد، او يعني هنقرا مع بعض الفيديو اللي انا عملته بتاع موضوع الشبشب ده. استنوا اجيب لكم، احط لكم الصورة ونشوفها مع بعض. انا لقيت حد بيقول ان واحده يعني بنتها عندها 2 و3 شهور، والناس بتقول ان هي مدلعاها وبتعامليها كده ليه، ومسمعاها كلمتين في جنابها يعني. ده موضوع حساس جدا اسمه التنظير. التنظير ده يا جماعه بينقسم من وجهه نظري الى شقين، كل شق بينقسم برضو الى شقات صغيره كده. خلينا في الشق الاول، الشق اللي هو اللي بينظر، والشق التاني اللي بيتنظر عليه. تمام، الشق اللي بينظر ده بيتقسم لشقق تانية تحته، يعني انا مش عارفه انا بقول ايه. في نوعين من الناس اللي بتنظر، نوع بتبقى نصيحه مش قصدها تنظير، انت ممكن بس تاخدي الموضوع على صدرك شويه، اتكسفتي من موقف ولا حاجه فتفتكريه تنظير، بس انت لازم تبقى عندك سنس كده في النص. لو حد بيحبك قوي، مش شمتان فيكي ولا فرحان فيكي ولا قاعد قرفان من دوشه العيال ولا الكلام ده كله، بيحب ولادك وعايزك انت ولادك تبقى احسن من باب الحب يعني، اكيد ده مش بينظر، ده بينصح. واكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه، اللي عنده عيل اكبر منك بيوم بيفهم، اللي مربي قبلك بيفهم من وجهه نظره، بيحاول يساعدك حتى لو مش هي دي الطريقه اللي انت عايزه تتساعدي بيها وطريقته في التربيه مش عجباكي، في النهايه بيكون برضو بينصح. فده شخص ما يحرقش دمك في حاجه، انت ممكن ايه بالطريقه كده تفهميه ان انت لا عايزه تاخدي اتجاه تاني في التربيه. استحملي بقى كلامه لان نصايحه هتبقى كتير، لان هو شايف ان طريقته هي اللي صح. ده من وجهة نظري انا، دول الناس دول في حياتي وانا بحبهم وعمري ما زعلت منهم. الشق التاني بقى التنظير ده، دول بقى حبايب قلبنا كلنا، الناس اللي هم ايه، اللي هم انت ابنك لو طلع رائد فضاء في 4 ابتدائي برضو هيبقى ابنك وحش. ازاي يطلع رائد فضاء في 4 ابتدائي؟ ازاي تفكري انت ام مهملة؟ ازاي ابنك يعيط انت مش مربياه؟ ازاي ابنك يشبط في حاجة وتجيبها له انت مدلعاه؟ حضرتك انت مالك؟ انا اسفة، انت مالك؟ انت بتنظر ليه؟ فهي الشخص ده لازم توقفيه عند حده، ولازم ما تخليش كلامه يأثر على ابنك ولا يأثر على نفسيتك. معلش سوري يعني، انت حضرتك ما تقولش كده قدام البنت او الولد عشان هم بيتضايقوا، معلش حقك عليا، بس البنت بتتضايق، مش بحب اسمعها الكلام ده. وفي نفس الوقت انت برضو ارفعي معنويات بنتك واديها الثقه اللي احنا متكلمين عنها في نفسها. انت ما تجيش تنظر عليها، حضرتك انا بعرف اربي، وحتى لو مش بعرف انا مش برضو مش هاخد المعلومه منك انت، انا راح اخدها من حد تاني. فده من وجهة نظري، انت بسمعيش كلام حد وما تخليش حد يحرق دمك، احرقي دم امه وانت حاطه رجل على رجل. اديتك كلمتين في العظم لا والله يا روحي، لا هي بتحب تلعب كده، انا بسيبها، سيبيها، مش مستحملاكي في بيتها وانت بنتك بتلعب كده، خدي بنتك وامشي خلصانه. روحي اعملي لبنتك شويه كوكيز بالعسل الاسود زي اللي انت شايفاهم دول، سكر بس، تخليش حد يتريق على ابنك. ولادك ايه امارات وحلوين وطعمين. بصوا القمر، عملنا شويه من غير شوكليت عشان مليكه تعرف تاكل منهم براحتها، عشان الشوكليت غلط عليها وعلى بطنها وما تسخنهاش. مالك بقى طلع اكتشف الجريمه اللي احنا عملناها، كان بيصوت، انا كان نفسي اجيبه لكم وهو بيصوت بس ما لحقتش اصوره، كان بيتنطط في الشقه.
ازاي تعجنه من غيري؟ طبعا ده بيموت في العجن. ادوله حته فيها عجين يقول لك عايز عجينه العب بيها. يا روحي بالهنا والشف. بصوا هي بصراحه طلعت عاليه مني شويه بس هي جميله. لو كلتوها وهي سخنه مش هتعجبكم. انا الفيديو ده كان المفروض ينزل امبارح، لو كان نزل امبارح كنت هقول ان هي طعمها وحش. انا بقى فطرت بيها الصبح، تحفه، تجنن 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 تجنن. جميله وجربوها ومش مكلفه خالص. كل حاجه كانت عندي في البيت وزودت عليهم ب10 جنيه شوكليت شيبس وخلصانه. جربوها كده وقولوا لي لو عجبتكم، وادعوا دعوه حلوه لاخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب يا رب ينصرهم ويرجع الارض لاصحابها والحق لاصحابه، وما يجيبش اي حاجه وحشه، ويعني يا رب يكون في ايدينا اي حاجه نقدر نساعدهم بيها غير الدعاء. ربنا يجمع شملنا وشمل العرب جميعا يا رب وينصرنا. مش عارفه اقول ايه اكتر من كده والله. الحمد لله على كل حال. ربنا يجعل في ايدي اي وسيله تانية اساعدهم بيها غير دي. متنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو عشان خاطر الامهات اللي بتتضايق من التنظير ثم التنظير ثم التنظير، اللي هو اكتر حاجه بتحرق دم الامهات في الحياه، مثلا 5-6 سنين ورا بعض ده. فعشان كلنا نستفاد اعملوا شير اكتر للفيديو عشان يوصل للناس كلها. اشوفكم فيديو جديد. باي باي باي.